طب هعمل ايه؟ ما حد يقول لي اعمل ايه؟ جرس باب كده يعني. ايوه كده انت مبسوط؟ مبسوط كده. اهلا بيكم في برنامج هاي فايف، برنامج زيه زي اي برنامج عادي خالص. السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، استضافوني في برنامج هاي فايف مع رحمه وخيري وانا طاهر، فان شاء الله نقدم حلقه ان شاء الله كويسه. قشطه. مش تقول بقى انتقد الحلقه، ابدا انتقد الحلقه لا قبل ما لا نبدا. انا جاي حاسة النهارده كده اضيف وشك إن فيه اليف كده. باين واضح. انا حاسه. ازيك يا طاهر؟ ازيك عامل ايه؟ المقدمه دي بالنسبه لي حاجه كده فظيعه. والله انا بحسها بقت ممله قوي، مش عارف ليه، بس بالنسبة لي. خلاص انا بقولها كتير فزهقت، بس خلاص مضطرين نعملها عشان خيري بيحب. طب بالك شويه مش مش خايف. بتعمل فيديوهات؟ ها كنت مشغول كده ومسحول كده في حاجات كده بنعملها جديده، وبسبب الاحداث اللي فاتت بتاعت فلسطين فاحنا موقفين فيديوهات. انا لما بختفي شويه على السوشيال ميديا بيقول لك ريهام حجاج خطفته وتامر حسني اتضايق. بس لا يعني الحوار بحس ان هو اتفهم ان هو يوصل للمرحله دي حتى لو حد زعلان، بس هو الحوار نفسه بسيط يعني. مين قال ان المصريين صحاب اخف دم في العالم؟ احنا اكيد، بس دي حقيقه، احنا دمنا خفيف جدا. لا والله ده بجد. واحده صاحبتنا مغربيه وعايشه في فرنسا، فلما جت مصر بسبب خفه دمنا الفظيعه جدا بقت بتيجي كل مثلا سنه مرتين عشان احنا دمنا خفيف. ده عارف؟ السبب الاساسي؟ أيوة. اه بتحب والله العظيم بتحب تقعد مع مصريين عشان بيضحكوها. في مسلسلات او افلام بقت بالنسبه لنا بنشتمها، ممكن هم بيعشقوها يعني وبيموتوا. انا في ويقعدوا- افلام بقعد اقول كده الافلام دي بتتعمل ليه؟ ده دمها تقيل قوي. لينا. فيقول لك لا، حتى الحاجات اللي ممكن ما حققتش التارجت بتاع الكوميديا بتاعنا احنا، ده بتكسر الدنيا في الخليج ده او في حقيقي. الدول العربيه أيوة. مثلا. ده زي بس احنا يعتبر اخف دم في الحته اللي الحمد احنا فيها. لله ربنا ما بياخدش كل حاجه برضه، سايب لنا الحمد الروح لله. الحلوه دي اهم اهم حاجه حاجه. نفضل نقفي على بعض. مين اللي قال ان كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس؟ يعني بنسبه ما انا صح يعني، مش قوي يعني، برضو ما بقاش تحت رحمتهم، بس طب انت موافق على المقوله بتعمل دي؟ ده؟ بنسبه 70%. انت تاكل تقليدي اللي قوي. يعجبك وتلبس اللي يعجبني انا؟ مش اللي يعجبك انت عموما، انا لازم ابقى يعني ايه، مش مريف او مش شاذ في اي حته بروحها. ما ينفعش امشي في الشارع على ايدي مثلا، الناس كلها تشاور بيا وامشي على ايده. صاحب واجب وبتروح افراح وكده. اه بص يا رحمه هناك كده، مين اللي قال انك لازم توجب مع صاحبك يوم فرحه بطريقه معينه؟ اوكي. ما اعرفش، ما عملتهاش قبل كده الصراحه، والله العظيم كده. بس يعني انا اصلا من الناس اللي بتكره الافراح جدا. بروح بقى افضل قاعده 3 ساعات ونفضل نسقف، فانا بروح اسلم نص ساعه كده ومبروك واخويا اتجوز وبتاع كده، السلام عليكم. لازم، ما هو ده في النص ساعه فيه. سنتر نفسك في الحته دي، هتروح تسلم لازم. نص هو ساعة رايح على وتاكل البوفيه تمشي. اصلا. هو اصلا اي حد بيعزمني بقول له هو في قاعد أكل، جنبي. لازم ياكل. مين اللي قال ان العريس والعروسه لازم يتاخروا عن الفرح نص ساعه؟ حوار اكبر من كده. انت في مصر مفيش حد بيوصل في ميعاده في اي حاجه، فما جاتش على العريس والعروسه. انا اشتغلت مراسل 8 سنين، قول مثلا غطيت بتاع 1000 تقرير، ومفيش ايفنت بدأ في ميعاده في رحله حياتي كده في اي حاجه. لا بس العروسه تحديدا لازم بتتاخر على حاجه. البنت عموما لازم تاخر. لا بعد لا، دي اذنك حقيقة. يا استاذ والله. طاهر، بعد اذنك. لا دي بعد حقيقة. اذنك لا. انتوا بتوع معلش. فجوه زمنيه لا، ما بجد. نجمعش. محدش يعرف أنت انا عنها اعرف حاجة. رجاله بتحط كونسيلر وبتحط وبيتأخروا. روج عادي البنت جدا. دايما لازم بتتاخر في مش انت كفايه قلتي بقى العروسه إشاعات. بتتاخر. كفايه غير الفقره عشان اتقفلت. لو كنت مشروب تبقى ايه؟ لو كنت مشروب يعني ده اكتر سؤال عبثي ممكن اسمعه ايوه اصلا. لو كنت لو كنت مشروب اه بعشق المياه الغازيه جدا، فانا هنسميها مياه غازيه. لو كنت هتشتغل شغلانه تانية غير صانع محتوى؟ شغلي بقى انا كنت مراسل ومعد برامج في القنوات. بتجمع داتا الناس، بتعرف طبعاً. اخبار طبعا بحضر بقالي 8 سنين. لو كنت هتشتغل بعيد عن مجال الاعلام خالص؟ اقترحوا عليا كده ونختار حاجات، بس والله ما فكرتش، مش عارف حسك يعني. مهندس. هو المهندس بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى شكله انسان. شكله ازاي؟ هو دايما بيبقى انا مهندس. والله من كام يوم كان جاي لي مهندس في الشركه عندنا بيعمل لنا ديكور، اتخانق مع البواب عشان قال له يا عم، قال له عمي انا مهندس. أيوة. طبعا هي حاجه حلوه ان يبقى مهندس، بس انا كنت مضطر اعرفها كل 3 دقايق. لو كنت شغال حاجه تاني يعني ممكن يبقى حاجه بقى من الحاجات اللي فشلت فيها طالما دخلتها، يعني دكتور او محامي ملهمش علاقه ببعض، يعني حاولت فيهم. كويس اللي انت فيه ده، حلو قوي. انت ليه تدخل حراميه وحد سرق مش عارف؟ هو ده شغل. لا ده تمام، يعني ممكن يترفع يبقى عليك بالنسبة لي قضايا أحسن. احسن. ما انا لازم. ساعتها اروح اقعد مع الحراميه نفسهم، فيعني ما فرقتش كتير. لو كنت دور انت كنت بتنتقده بتشتمه جامد، طب وانا هبقى مكانه وانت ليه؟ دور اصلا عاجبك، يعني لا. تقول الدور ده وهو حلو. مش عاجبني، ما انا قلت وحش. لا اللي عمله وحش بس الدور نفسه حلو. انا فاهمك، انا قلت بس انا مش هعملها انا أحسن. بحاول اساعدك بس انا الاولاني مش هقول اسهل. بقى عشان ما يعني مش هقول عشان ما اقولش ان احسن من صاحبي. لو كان عندك قدره ان انت تغير حاجه في الماضي او المستقبل. والله هغير كل حاجه.
اصل انا شخص، انا فعلا أيوة. اسف، انا شخص نداب بيني وبين نفسي يعني. ان انا لما بعمل حاجه بقعد اقول ليه بجد؟ انا ليه والله لا، بس قدام المرايه مع نفسي كده جوه عقلي الباطن. طب إيه؟ جدا بندم لما باخد قرار غلط، مش على حاجه حصلت، ايه الحاجه اللي هتغيرها في ماضيك؟ مش حاجه معينه، بس مش 70% من القرارات اللي انا خدتها غلط والله، في اي حاجه، من اول الاكسات اللي انت كنت بتساليني عنها أيوة، قبل يعني الحلقه لحد حاجات في شغلي، لحد كل حاجه والله. يعني مثلا دلوقتي ساكن في الشيخ زايد، دلوقتي بعد ما نقلت وعملت بعيط عايز اروح التجمع، ما زهقت، اصحابي كلهم هناك. هوائي. بس طب ما تعيش في ندمان. النص يعني، ممكن تقعد. احنا هنا في عالدائري. في المهندسين في النص. عيش أنا على قاعد الدائري. معاكم هنا بقى. اكتر حاجه بتضايقك وانت سايق او في المواصلات؟ يا لهوي الزحمه، انا لو انا جاي اصلا المنيب. في المنيب بنزلت البراجيل، المنيب دي في حته تانية أوه. خالص. وسط القاهره صعب قوي، بتوتر كده وخايف تلاقي اتنين داخلين عكس بعض وبيشتموك، انت يعني انت مالكش ذنب. اكتر حاجه بقرار بتيجي تاخده بياخد منك تفكير كتير. والله انا اي قرار باخده بياخد مني تفكير كتير، وفي الاخر كنت بندم عليه عموما. بجد بعد ما تفكر فيه؟ ما بفكر غلط اصلا في حياتي عموما، بعيدا بقى عن الفيديوز والكلام ده. تقريبا 70% من القرارات اللي دايما باخدها غلط. اقعد بقى اندب زي كده انت برج ايه؟ مش عارف. مواليد مواليد 2010. شوفوا انتوا انا برج ده إيه. ميزان. عرب مش ولا عارف اه السنة دي. ميزان. انت ازاي حافظه بقى؟ بتحفظوها ازاي؟ تسهل. مهتميه جدا ساحرة بالحوار ده يا جدا. ابني، عيب عليك، بس ولا الحوار ده بتاعك. كلام. انت ما تعرفش برجك ايه يعني؟ يعني مش عارف. ده برج مش لو برجك طماع انت بس، يعني. يعني انت هتحفظ. انا مش مهتم بالابراج، وبحس انها سوري انا اسف انها كلام، لا مش أيوة. تفاهه. اتفضل بحسها انت اتفضل كلام انت. مش حقيقي تماما. لا بس هو حاجه بتسهل يعني، بتخلي حاجة الناس بتسلي. تعرف بعض. انا برج الميزان. طيب. تمام شكرا. ايه اكتر حاجه كانت بتضايقك ايام الدراسه؟ الدراسه نفسها. يعني شويه، بس المدرسين كان في مدرسين كده بيعانوني، والدروس الخصوصيه دي كانت بتضايقني قوي. طب وكنت كلموا بجيب بابايا. درجات بقى؟ والله انا كنت شاطر في الاعدادي، وفي الثانوي ما كنتش قد كده، جبت كام ثانويه عامه؟ 75.5%. طب ايه ده مبلغ حلو قوي. لا عايز اقول لك دخلت بيهم كليه بجد طب جامد. خاص، يعني كان ساعتها الطب الخاص دلوقتي بياخد من 90، كان ساعتها الناس اللي زي كده بيدخلوا طب خاص بالفلوس ب 25%، فالنتيجه بتطلع دكاتره طبعا زي دكاتره على القمر. الله، فهم غيروا أيوة. بقى خلوها ما تنفعش. وانت كملت في لا ايه ده انت دخلت لفيت قعدت سنه في طب اسنان وسنه في حقوق، وبعد كده دخلت اعلام، كنت بجرب طب كده. كان نفسك في ايه اصلا؟ والله مش عارف. اكتر حاجه مش بتحبها في زمايل الشغل؟ كتير صدقني. لا خالص. اكتر حاجه المشاكل اللي بتحصل ملهاش علاقه بالشغل، مين قال عليا ايه، ودايما البنات بيبقوا اكتر حاجه في الكلام ده، مين قالت عليا ايه. لما مين؟ لا مش فكره نمامين، دايما بتلاقي مشاكل كده، دي ما بتحبنيش، دي ما اتكلمت معايا وحش. بنشحن الناس من فالحوار ده بيبقى صعب قوي. انا بحب الناس اللي بتروح الشغل وتمشي من الشغل خلاص. تفتكر في فرق لو مديرك راجل او مديرك ست؟ لا عادي، اشتغلت مع حد راجل كان كويس، وحد راجل كان وحش، وواحده ست كانت كويسه، وواحده ست كانت وحشه. ما بتفرقش علاقة قوي خالص. يعني. عن تجربتي انا ما فرقتش، اشتغلت مع كذا حد، فلا ما بتفرق ان الشخصيه نفسها عامله ازاي، او بتعرف تشتغل ولا لا. لا عاقل. في ناس بيطلعوا علينا بجد؟ مشاكل إيه سواء ده؟ بقى رجاله او ستات يعني. حصلت معاك ايه؟ ايه دي؟ ايه ده تعصبيش؟ حصلت معاك ان انت كنت تبقى قاعد مع حد بيتكلم عن حد قدامك، يعني ان هو زي الكلام زي الزفت، واول ما جه يتكلم عنه حلو؟ طبعا، ده على طول الناس كلها بتعمل كده اصلا. ايه ده؟ والله. انت ايه الناس اللي انت بتقعد معاها لا دلوقتي؟ مش عارف. في ناس مجتمع طيبة كده. والله. لا. محتاج اغير دايره صحابي صح؟ جدا. انت لا بس بتعمل بص لا خالص والله، او مش عارف يعني، اكيد انا اقول لا، بس هي لا. انت بتديني اجابات بتعمل كده. لا بس انا لا بتعمل والله كده. الحقيقه، بس لو سالتني في حاجه هقول لك وحش عادي يعني، حتى لو هي حلوه، فانا من الناس اللي ما بعرفش اتجامل اصلا. حتى مع البنات؟ والله حتى مع البنات. يا طاهر اقسم بالله يا اكتر ده عامل لي طاهر. مشاكل كتير والله العظيم. اللي هو ايه رايك في لون شعر الجديد، اقول لهم والله ما عارف، ان ما خدتش بالي اصلا اتغير. حياتك صعبه قوي. حصلت معاك حاول بقى ان أغير. حد متطفل رخم سالك هنفرح بيك امتى؟ دايما على طول هتجوز امتى، مش لازم يبقى متطفل، خالتي عمتي مامتي مش عارف بابايا. طب بترد صحابي. تقول ايه ان شاء الله لما يقعد بقيت في يوم من النح؟ الايام في وقت من الاوقات هتجوز ان شاء الله. اقول لهم كده. مره زمان حد صاحبي قال انا ناوي اتجوز وانا عندي 29 سنه، فقلت له ايه ده كتير قوي، وانا كسرت ال 30. وهو بسم الله ما شاء الله يعني عنده بنت وعندها 3 سنين دلوقتي، هو اتجوز وهو عنده 24 سنه، هو حقق احلامي تقريبا. ف طب حصلت معاك ان انت اتدبست في فلوس ودفعتها عشان يعني شكلك وما تتحركش؟ طبعا كتير؟ كتير انت غلبان قوي يا ابني. لا مش غلبان والله، انا بتتحرك صريح. بسرعة. لا خالص والله العظيم، بس في حاجات يعني لا بقى لازم انا اعمل كده يعني. ذوق. يعني بس مش قوي، ما بتحسبهاش ذوق برضه، بس اول موقف انت اتحطيت فيه لازم تعمل كده وخلاص. حصلت معاك انك جيت تكحلها عمتها؟ يا لهوي. خدها بقى مع القرارات اللي البايظه بستنيله، والله هتلاقي ده كتير انت القرارات تختار غلط جدا والله. تحاول فكحلها تصلحها. فببوظ يعني. اكتر، فاقعد اندب والله، واقعد اشتم في لهوي. نفسي، او انا غبي، فيعني بقعد اعيش مع نفسي اجواء صعبه كده. طب ايه بجد ايه اكتر قرار غلط خدته في حياتك؟
قول لي حاجه. خليك بقى صريح بقى. لا مش هينفع، هقول لكم بعد عشان مامتي ما تعرفش، فاقول لكم بعد بجد؟ والله العظيم. طب حاجه غير عشان ممكن ما تعرفش دي ما تفرجهاش، ما تخليهاش تتفرج. لا 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 عملت ايه؟ لا حاجات يعني ما بعدين يعني هقول لك حاجه، بس هي دي يعني مش الحاجه. قررت في مره كده اجيب موتوسيكل، فكان اسوأ من الحاجات اللي عملتها في حياتي، بقى عمل لي مشاكل في ظهري وكان بيتعبني، وجو حر بقى، وانت في مصر اصلا عشان تسوق موتوسيكل لازم تقعد تعمل كده. ايوه النقر والحاجات كده، فده من القرار اللي فضلت اندم عليه كتير. بايكر بقى وبلبس البتاع دي الاكسسوارز والله العظيم، ومش فاهم ليه يعني. وتلاقي واحد جنبك عامل نفس الموتوسيكل يعمل لك كده، لو انت لازم تعمل له كده يقول لك مش تبقى في الكوميونتي بتاعهم، وانت كده مش كويس. والله بيسلموا على بعض كده مش عارف ليه. هو انا اول ما واحد عمل لي كده افتكرت بيقول لي اقفل النور مثلا او اعمل حاجه، ودخل شتمني في الجروب بتاع ايجيبشن بايكرز، انا مش فاكر اسمه ايه، اللي هو الاستاذ اللي، فحسيت ان انا عملت جريمه. بالظبط كده. دلوقتي جه ميعاد اللعب. هنعمل ايه بقى؟ بص هنلعب لعبه ظريفه جدا بتعتمد على جسمك ورياكشنات وشك. يعني احنا هنقول لك حاجات انت اعملها بجسمك. يعني ايه ده؟ انت تخيل واضح ان الجسم مفصول عن الوش. تخيل هنربطهم احنا بقى دلوقتي عند الدماغ. هنقول لك حاجات، ممكن تقول لي انا حاجه وانا اعملها له. ماشي شوفها. طيب تخيلي نفسك طياره ورق، الخيط بتاعها اتقطع فجاه، يلا بتطير كده مثلا. كده طياره ركاب بوينج 707 بتطير زي الطياره ورق اللي هي وانا اللي بشرح له طب بيه. انا ممكن اسالكم انا الاسئله دي عشان مش عارف اعمل، يعني مش يعني دي اللي هتقطع ازاي؟ هنحاول سوا. ممكن انا اسالكم؟ لا انت اللي هتعمل. يعني طياره ورق بتقع، تخيل نفسك صباع محشي بيتلف، فيعني هبقى يعني ايه، هبقى اعمل كده، حد بيلفني وانا خايف جوه بقى. تخيل نفسك كده ازازه كاتشب صاحبها جاب اخرها ومصمم ينزل منها تاني. يعني اعمل ايه؟ الحوار صعب قوي، مش يعني انت بقى ذات الكاتشب، انت الكاتشب اللي جوه. يعني اعمل ايه؟ تدق دلوقتي يعني اعمل ايه؟ حد يقول لي ارد اقول ايه اصلا؟ حط احساس الكاتشب. يعني ايه؟ ما اعرفش نعدي الكاتشب ده دلوقتي. دي سهله جدا. طب اعمل ايه؟ كده بينزل اخر شويه. خش على السؤال اللي بعده. تخيل نفسك جرس باب وفي حد بيدوس عليك بسرعه. ايه جرس يعني اعمل ايه؟ لا انا مش عارف والله العظيم. يلا يا ترى انت ما عملتش ولا واحده. ثواني بس، يعني ايه جرس باب حد بيدوس عليه؟ حد بيدوس على عيل طفل. يعني اعمل كده مثلا برضو. انا على فكره انا فاشل قوي في التمثيل بالحاجات دي. لا مش ده تمثيل، ده زي اعمليه واحده بتغرق في شبر ميه. ايوه يعني انا جرس مثلا. هو انت ليه كل شويه بتخبي وشك؟ ما هو مش عارف. لا بحس بقى عشان ادخل في المود. انت جرس دلوقتي. والله احس شكلي عبيط قوي. فكر، طب خد حد نفس. هتكهرب. طب هعمل ايه؟ ما حد يقول لي اعمل ايه؟ جرس باب كده يعني. ايوه كده انت مبسوط؟ مبسوط كده. ما دي انا اسالك الاسئله. والله ايه ده؟ لا طب تعالى نتخيل حاجه نخلي رحمه تعمل. يا عايز تتبسط؟ ماشي. بلاش. هو ساعات تقولي سهله وانا مش عارف انتوا بتعملوا ايه. عايز تتبسط ايه انت؟ الحماسه اللي في وشك دي. تخيلي نفسك بصله مبشوره بتتشوح. ايه يا حبيبي انت جعان يا في حبيبي؟ الحله والله. لا انا عايز اتفرج يا رحمه. حد. يعني ليك مستقبل هايل، اسلام ما شاء الله. فظيعه. طيب انت هتقول تاني ولا ايه؟ أيوة. هو ايه اللي طيب؟ ده انتوا بتجودوا. دي الحفله دي عليا. تحفه. ده المفروض هو. انا منبهر. لا ما خلاص ما انا عملت بقى. دي حاجه طب خلاص والله واحده خلاص. هتنتشري بعد البتاع ده. تخيلي نفسك لبانه في بق رقاصه. يا لهوي انت فظيعه. والطرقعه دي انت عاملاها قصد ولا دي حصلت صدفه؟ لا دي المخدكه. يا لهوي فظيعه. ايه ده؟ ايه الباينه جوه ازاي كده؟ رقاصه؟ ايه ده؟ لا جوه بق رقاصه ما توديناش في ده. اتبسطنا بيك جدا. انا اتبسطت جدا والله. بالله يا رحمه. بجد لا ده هيتشال ده. مش كده على فكره هو ما عملش ولا واحده. وعمل كده. ايوه ما بسمع. بيتلف. الف اعمل ايه؟ ما هو كده ابقى زي ما انا كده. انا اتبسطت انا كمان والله. وانا اتبسطت جدا. اهم حاجه سعادتك في الدنيا. شكرا ليكي. وانتوا لو اتبسطتوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا اللي تلاقوها في وشكم، تيك توك، فيسبوك، تعرفون ليه يا انستجرام. بقول لهم بس عشان يعملوا الحاجات دي بسرعه يلحقوا. ما هو كده. لا الناس يتاثروا. ماشي. تصبحوا على خير. سلام. سلام. ايوه.